الرزق بتاع بالنسبة للنقل الذكي، الرزق دوت بتاع ربنا سبحانه وتعالى. جيت انا في مرة قبل كده اهوت، فاكر انا متعود ان انا انزل مثلا الساعة 5-6 كل يوم، فجيت في مرة كسلت ان انا انزل، قلت لا مش هنزل فخليني قاعد شوية. المهم جت الساعة 8 قلت برضو ايه اصبر شوية. بعد كده جت الساعة 9 قمت فاتح كده الابليكيشن، تفتح كده بقى رحلة اروح اعملها كده. المهم فتحت لقيت رحلة جات لي قريبة مني ب 250 جنيه رايحة التجمع، حوالي 28 كيلو. قلت ماشي اروح اعملها واقعد في التجمع ساعة ولا حاجة وارجع. المهم نزلت على طول، خدت العربية، طلعت العربية من الجراج، طلعت على طول. كنت رايح ايه لقيت مهندس محترم كده. المهم قبل ما المهندس يجي فضلت قاعد مستني 5 دقايق، قلت هكنسل. المهم قمت ايه، المهندس جه كان معاه 2 عمال. اول ما ركب معايا قال لي انا رايح التجمع بس عندي مشوارين كده في التجمع هقضيهم، بعد كده هوت عندي مشوار في الشروق لو هتيجي معايا فيه وهحاسب. ركزوا معايا بقى في اللي جاي، لان اللي جاي دوت يعني ايه في كباتن كتير قوي ممكن يعني ايه تتص فيه للاسف الشديد، ودي برضو من ضمن الخبره اللي احنا اكتسبناها من الشركات دي. فالمهم لقيته قال لي ايه بقى، قال لي طب انا دلوقتي هي جوه الابلكيشن لما انا عدلت المشاوير كلها عملت حوالي 650 جنيه، تبقى معايا جوه المشاوير واديك 600، يعني احذف يعني اشيل الابلكيشن واخرجك بره الابلكيشن واديك ال 650 نقدا، ولا تبقى جوه الابلكيشن خليك جوه الابلكيشن؟ هنا بقى العميل ابتدى اللي هو يشغل دماغه عليا وعايز يستغفلني. طب انا قلت له ايه، قلت له لا خليني جوه الابلكيشن مش هطلع منه. طبعا للاسف الشديد في كباتن كتير مش فاهمه او كباتن بتطمع، يجي يقول لك ايه طب ما انا خليني احسن ايه بره الابلكيشن واخد 650 جنيه واوفر عموله الشركه. مغفل، تزعلش مني انا بكلمك يعني ايه، دي تغفيله، يعني مغفل يعني هتتغفل تغفيله. ليه؟ لما هو كان حاسبها لي 650 جنيه كل الرحله الكامله، طبعا كنت انا بعد كده اوديه السوق وارجعه، طبعا ده كده ببلاش، كده انا ببقى شغال ببلاش. عملت انا ايه بقى، فضلت الرحله شغاله، طبعا بقى الوقت محسوب، الزمن محسوب، الكيلو الزياده محسوب، كل حاجه محسوبه. في الاخر اللي خلصت حوالي الساعة 12 ونص معاه، وروحته تاني رجعته تاني مدينة السلام، وخدت 1233 جنيه. فرق قد ايه يا جماعة؟ فرق كبير. اولا ما اكلتش حق الشركة، ما اكلتش حرام، لان الشركة برضو دي تشكر اللي هي جابت لي عميل، دي اول حاجة. الامانة، رخر الامانة فربنا جازاني قصادها ان انا ما شغلش دماغي. ليه؟ الشركة دي جابت لي عميل وانا ربنا كرمني الحمد لله، رزقت من وراه، فهي كمان لازم ترزق، ما اكلش حق حد. تمام. تاني حاجه ربنا رضاني الحمد لله، وخدت يعني خدت رزقي كامل مكمل الحمد لله. المقصد هنا يا جماعه اللي محدش يشغل دماغه، ومن يتق الله يجعل الله